الظروف والأوقات العصيبة التي يمر بها الفرد تجعل عقله ينظر لزوايا معتمة أكثر، تماما كما حدث مع أبو العلاء المعري إزاء الظروف التي مر بها قائلا عن سعي المرء واستمراريته في هذه الحياة: تعب كلها الحياة فلا أعجب إلا من راغب في ازدياد. وقد أظهر بهذه الأبيات ازدراءه على الحياة وسوداوية النظرات لها، أي لا مفر لنا من الكد والتعب الذي سيواجه النفس والجسد، متعجبا مندهشا للراغبين في العيش أكثر والازدياد منها. لا خلاف بأنها ليست دار خلود، وإنما دار شقاء، لكن النجاح لا يهدى ولا الأهداف تشترى، إنما تنال وتستحق، تؤخذ عنوة بالكفاح والصبر، يقتلعها المجتهد كثمرة نضجت فنالت منها أفواه المكافحين، يستلذون بحلاوتها بعد شقاء سنوات، ويبقى النجاح في استمرارية التعب لنيل الشجرة لا الثمرة، ثم مزرعة فتجارة ودواليك. للتعب لذة تنالها إذ ما وصلت إليها بهمتك، وغلب فوزك خسرانك.